كاملين نعرف عن ياسر منكم مشكرين بهم. هذا نظام المرترتين دولة الشوابين. هذه الأغنية اجبرتها أوديو نهار هون وحولتها شور فيديو، والسبب نبدأ بها هاي الخربشة إلى إياكم واللي ما ننساو الشهيد الصوفي والشين رحمة الله علينا وعليه. وتوفي يلا نتموا لامين ذاك نذكروا به ونسولوا ذاك لفيف المحامي. هذا الملف شطرة فيه، وذيك الأخبار اللي قالوا إنها جاية من فوق هم اللي شطرة فيها، ومنين هم اللي هم ومنين محبسة، ومن دراي كان هم مديولين في شقة في تفرق زينة يلعبوا فيها مرياس وينجاب لهم المشوي. النوع من التساؤلات فرأينا تم نطرحوه بأن احنا قدام شعب ما عنده ذاكرة، وكل وقت ينقتل رجاج وتوه، وبعد نهارات والله اسابيع واللي كاتلين وما حد يتكلم عنه. اول شيء راني شاكر الناس اللي باركوا لي بمناسبة الجنسية الكندية. وبالمناسبة الجنسية الكندية، كندا هذا البلد انا ما رأيت فيه مور الخير من النهار اللي جيتوا فيه، ما قد اجبرت فيه مور الخير. وفر لي الامن، ووفر لي الحماية، ووفر لي الفرص، وظهر لي مولانا عن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا مشينا مصفرين، مشينا من وطننا مصفرين وجينا لهذا البلد وتواقت اجبرتهم 2016. انا ماني من الخلق اللي دخل محاكم، ولا انا من الخلق اللي مشي لياكي يعدل خيمه هون والله روايه نبتها. انا كندا خشيتها نهايه 2016 وجبرت التواقت بعد شهرين من دخولي هونات اياها في اول جلسه استماع من دون محامين ومن دون محاكمات. معناها اني لو كنت ندور لا تواقت قاعد ما نتكلم ونختفي من 2016 كيف عدل ياسر من الناس بجنسياته وعندهم اقامات ويقيسوا موريتان ويعدلوا همهم ويوصلوا اهاليهم ويرجعوا. معناها اني الجنسيه لا حد انها في اطار التسلسل الزمني. انا جبرت تواقت 2016، جبرت اقامه دائمه، كنت مقيمه في كندا مولي وضركات يا جبرت الجنسيه، والجنسيه تجي معها حقوق وتجي معها واجبات. وهذا النوع من البلدان يوفر الحمايه للمواطنين ويوفر لهم الفرص ويوفر لهم العداله، هي اهم شيء، وهي الضاله اللي نلودوا لها كاملين، وهي اللي يشردوا على اساسها اجيال من وطن. والموريتانيين اللي يسولوا في اخبار قانون الجنسيه، موريتانيا ذاك ما عندها قوانين، ذا اللي يتكلموا عن وحدين ذاك عباره عن شيء من تخريفات المحنى طول البيه في اخبار ازدواجيه الجنسيه ونشي من الوظائف اللي قد يشغلوه. موريتانيا ما عندها قوانين، والبيه شيباني فاقد البوصله ولا يعيش عصره، به المال الحرام ما تلا عارف اذا كان الليل ولا النهار. وموريتانيا دارك دولة ما زالت مراقة مسكونة، ما هي مؤسسة ولا فيها قوانين، وذا اللي تسمعوا كامل في أخبار ازدواجية الجنسية وتعدل كذا ولا بدي تعدل كذا، هذا شيء من الأطراطيق، لأن موريتانيا ما بتعدل. ينين يفوت مولانا يجيب لها مدة لا يتعدلها دولة حقيقية، ذيك الساعة هذا ما هو قوانين ولا هو شيء وقد يغير كامل. معناه إنه ما يظل يلقى شاد أخبار وضعك، لأن إحنا إلى الآن ما عندنا ما هو مراقة مسكونة وتوف. والناس اللي عندها جنسيات هي تشغل وظائف مقاييس، والبيه ما يلا تشغلهم، راهم في الماركشوط يشتغلوا في الوزارات وراهم يشتغلوا في السفارات. يا غير هذا النوع يطبق الاعلى من لا بواكيه لهم ومن عامه الناس كيف نحن والفقراء. رجاج كامل وراه جنرال الى عاد عنده 10 جنسيات، يقد يعود وزير ويقد يعود رئيس ويقد يعود كل منصب يقد شغل. بنفس الطريقه اللي عاد مجرم وصاحب سوابق يقد يرشح للبرلمان، يقد تعدل له هيئه خيريه، يقد يدخل المجال العام ويلمع. وفي حالته اللي عاد فقير والله ما عنده ايادي طويله في دهاليز الصرقه والخزو في صرقستان، يسوى شهاداته شنهي ويسوى نظافته شنهي، ما عنده، ما هو في يوم من الايام رفد كرطابل ويعطي راسه الاخله لانه ما فهمت اياها اسباب اشكالها. انا هاي المساله باط اخترت نذكر بها شنو الاخوه هنات اياها، ونعيد من جديد اني انا ما قد خشيت محكمه لا في امريكا ولا هنات اياها. وكانت اعطتني توابط 2016 عقب دخولي لها بشهرين من دون محاكمة ومن دون محامين، وجلسة مع الصباح درت عطات ساعة ونص، وقالوا لي القرار ذاك الوقت ما زلت قاعد فمنهم راهم مرحبين بي وعاطيني الحماية، ومشاوا لي منه نسخة مكتوبة في بريدي جاتني عن داري. هذا قبل 6 سنوات. وفرق اللي كنا عليه هو القضية اللي جايبتنا، مع اننا هنا نساوها وموريتاني دولتنا ولاحقين فيها هذا القد، معناها ان كان الله هو المزل. شفت موريتانيا متخبزه ذاك الايام، ولا تلاحظوا عن هذا كامل بدا مع هروب قالوا هم سلفيين. ونختار هنا اياها نذكر المسألة. هذا السلفيين صناعة ولد الدب. احنا مشكلتنا نخالق مثل عند الموريتاني يقال لك يصوع الزرقاء ويخلي الزرق. هذا السلفيين وهذا موثق عند منين حاولوا ذيك الساعة يعدلوا معاهم صلح ودخلوا عليهم
وتلاو هامهم انهم يرجعوهم عن هذه الافكار. قالوا لهم ولد ددو هذا هو اللي سمم افكارنا، واحنا نلعب دور. قالوا لنا ولد ددو وتوف، وبدل من يعاقب ولد ددو. وهذه هي شغلته دائما، لا يقبل رجاج ويزرق وتوف. وهذا هو اللي يعدوا يروجوا الجهاز والجهاد، ويقولوا لهم شو دوروا حور العين ودوروا الجنه، ويعقب يرجع واحد وهم واحد فيها لا النكاح وتوف. ويتم هو قاعد في قصره يقبض اموال الخليج، ومن كل شهرين والله ثلاثه يقبض زوجه جديده. وفرق هذا معدل وددو. انا عندي اياك تعود المنطلقات سليمه. هذا الشباب القرر بيهم وقبضهم لهذه الطريق من عند الراس، واللي السمان واصحابه وذوك اللي ماتوا منهم وذوك اللي حكموا وذوك اللي ارتكبوا جرائم وذوك اللي جابوا للسجن ضرب، هذا اللي افكاره ولددو. يا غير ما وعاقب وتم اللام وخلي ماشي توف. يقيس تركيا يداوي ركابيه، ويقيس قطر، ويقيس دول الخليج، ويقيس تركيا اللي عندها علاقات مع اسرائيل، وعاقب ذاك ينتقد علاقات الاماراتيين مع اسرائيل، وفي نفس الوقت هو اللي مطرطق شر تركيا. وموريتانيا كل شيء تابع للخارج. علماء واحدين اسجى تابعين لانظمه الفضايح يخلصوا كلها ساكت على الباطل، وواحدين ثانيين تابعين لقطر، وواحدين تابعين للامارات، وواحدين تابعين لتركيا. واللي بين راسه عنده شيء من بزنس تسامح عايش عليه هو واولاده. وهذا البيت الابراهيمي اللي تراعوا فيه ضرب معدل تغطيه اللي مكلم عنه من 2020، وعطيناكم اخبار ذيك الساعه وتكلمت عنه التقارير العالميه. المشدود اخبار الله كلها عباره عن ارتدادات. الخبر له تقريبا 3 سنوات. هذا المباركة والبي واحد مولي من علماء موريتانيا ذاك، وقاعد في الامارات مولي هو عايش على شي من القضايا وهامه وشي من الدول يدخلون في تطبيع بعلاقات مع اسرائيل تحت يافطة يقول له هو البيت الابراهيمي. يا غير الموريتانيين بدلا من يسموا البي وبدلا من يسموا الددو اللي هو اللي سمم افكار اولادهم وقبضهم طريق الارهاب من عند الراس، ولو خر اللي هو اللي قاعد في الامارات ويزين التطبيع ذاك ومعدل له محفلين ومعدلين له هم اسم ولا يديروه تحت البيت الابراهيمي. ما يقدر قاعد يتكلم عن البي يا قال لا يتكلم مع واحدين ثانيين صغيرين من مناهض التطبيع، ولا ينقال هذا وقتلوهم وهذا واسوهم. يقال ما لا يقدر قاعد اليوم يقول لهم هذا الشباب بدلا من يعاقبوا والله لا يتعدوا لا يتعدلوا لهم. هذا من ادم هو اللي مسمم افكارهم ويلا هم اللي يعاقبوا، وهذاك مو خالق. معناها احنا اللي عندنا كامل ما هو صالح، ولا هم اللي ما في مرقاش قاعد عندهم يصلح. ذاك المتين ما يقدر حد يتكلم له، وذاك اللي ضعيف هو اللي نحبس وهو اللي نعدم وهو اللي كل شيء يعدل. وفرار ملي هذا الخلطه ما يقدر قاش يفصلوا عن ظروف السجون وظروف هذا اللي قالوا الرقابه على السجون الموريتاني. السجن المدني هم راك يتكلموا عن صندريين قتلوا الله يرحمهم، راني بالمناسبه مقدم التعزيه لاهاليهم. هم هذا سجن فيه هذا النوع من الناس اللي مصنفين انه ارهابيين وسلفيين وواقلوا ما عنده مهر 4 من القرض والله 6. بس من حاله يعود حبس ذا كيفو ما عنده ما 3 قردايه ولا 4 وفي نقر العاصمه. وعاقب ذاك شفت شي من الاخبار هون يقولوا عنه هذا اللي قال له متل ديتكتر والله هذا الجهاز اللي نين تدخل حديده والله موس والله مدفع يكشفوا انه خاسر من 2017. وبدلا من يعاقبوا الشيوخ اللي ياكلوا الميزانيات ما يكلم عن رقاش. احنا الى اليوم ما نقص جنرال ولا تمت اقاله حد يسوى من هو، واللي خلق انقطعت الانترنت على المواطنين في الألفية الثالثة اللي معروف عن البلدان كاملة ان تخلق حالة ذنبتها. الانترنت وسيلة فعالة في إلقاء القبض على المجرمين، وفي جميع الدول يتم بث رسائل نصية وصور للمجرمين على الناس على هواتفهم لياكلين يشوفوهم يبلغوا. موريتانيا قامت وعتمت عليهم. هذا اللي معدل نظام الفضاء الحين قال له تعتيم على جريمة، وهذا هو الوسيلة يمرده في شيء ما واضح. أنا ماني من أصحاب عاجل وعاجل جدا، ولاني من أصحاب التحليلات الخاوية. يا غير بعد هذا اللي يخليك حد شافه بالصيفة يعرف أن الناس قابلين طريق عكسية ما هم ماشيين في الاتجاه الصحيح. الانترنت في الدول اللي تخلق فيها الجرائم يخلى مفتوح لياك الناس تساهم في جبير المعلومات وياك تساهم في منها شاف شي قد يوصلوا عن طريق التطبيقات اللي تشتغل لها بالانترنت. موريتان قفلوا عنهم انترنت الجوال وخلاوا الناس قاعد الى شاف رقاش وما يقدر يمشي الصوره ولا يقدر يمشي اوديو ولا يقدر يمشي فيديو ولا يساعد به بحكيم هذا الخلق شنو. انا ان هذه مساله اخترت ننبه عليها. المهم عن الصنادرة بشكل عام حالهم ضعيف، وانا هذا تنبهت عليها اكثر من مره. البوليس مسقارو عاد ملياردير اغنى من اغنياء البلد وتركتوا يلعبوا برانش روفيرات ويزرقوا الملايين في المناسبات. والبوليس يباتوا يطلبوا باش يتيو
للمواطنين الفقراء على الطريق، ويظلوا يعسلوهم ويعسلوه اللباتي، وعادوا عصابات ماشيه تقلع، وهما يلا يعودوا جهاز محترم عنده الوتات وخلاصاته كبار ولا يقدر لقى جكري وعنده الوسائل اللي قد يعدل بهم شغلته. والبوليس هم اللي قابله هذا، بدل ان البوليس يرفضوا هاي الوضعيه اللي هم فيها ويعرفوا انه قطاع عنده ميزانيات يوكلها لقاج واحد ويشري بها الجواسيس ويشري بها المنافقين، وهما كلها عنده خلاص ما هو كافي، ويمشي من مع الصباح من عند داره لو كقاطع طريق معلق بيستريه وماشي لو المواطن ضعيف ما وراه وساطه لياك يقلع منه نحاسه قدهر ولا عاد رافدو، والله لا عاد عنده فرينه ماشي عدل بها شوي من الهم يظل موقف لياك يطيح منه نحاسه كان لا يخلص بها كره والله لا يشتري بها اللحم. ما قدوا هم يتحدوا يعرفوا عن واقعهم، يلا يعودوا نبتوا. احنا الشرطه احترامها يعني تعود هي محترمه ولا يقدر لقاش يكريها، بس من حاله مده واقف على ظهر الطريق انت ذاك اعطينا شي من نبور وانت ذاك البوسطه ما فات تيات، بس من حاله مده نبتها توفر لنا معناها انها لقاش جا اعطاها شيء الدور دخل الدبابات ودخل الكوابيس وكل شو نفس الحال حال القرد. القرد اللي تعود مقرد ديال الاحباس وتعود مقرد ذا النوع من الاماكن عاده شي من الناس اللي هو اخلاقه مو كافي ولا عنده من شي ما هو طريقه ما اللي هو يجبر بها لقمه عيشه. الناس اللي جايه زوار ايتم مره يعطوه شي من الفضه مره يعطوه شي من اللباس ومره يعطوه شي من الوكيل، ولا قاش احسن على حد ما يقدر يعاقب له معاها ما هو شي متعدل. هو ما ندار في ظروف من عند الراس تعود عنده اجهزته وخلاصه كبير وعندهم وتاتهم والياتهم بالتالي ما فهم شي جامعهم مو المدنيين كيف اللي معدل في العالم. وش من الناس مطروس لياك يقلع من الناس ويهنتت ويعيش بذراعه وهم يعرفوا عن خلاصه ما هو كافي. وجنرال القرد ما قد لقاش شافه ما هو انهارد، هو مولي عايش في بحبوحه من النعيم هو وتركته وحاشيته، والقرد سايبه كلها سوستاته مقعره وتانيه مقعوره، واللي منه عند الحبس عايشه لاب شي من الفضه وشي المساعدات تعطيه للناس اللي جايه له تزور. ونفس الشيء ميليتير، ونفس الشيء ميليتير مسيكنين تجبرهم وتاخذ عليهم الناس وتعطيهم الوكيل وتعطيهم الشراء، وهم اللي عليهم هم اللي هو ولو كان يزرق الملايين المناسبات اللي له شهر بركاتيه وتركت هذه الحيتان. هذا هو الواقع المر رجعت انتم مع روسكم. بس من حاله قطاعات امنيه تحترم روسها هذا نبتها تقبل انها تعدل المواطن هو الحويط قصير تبطوا وتهنتت عليه وهي حقوقها قابضينها جنرالات ما يستحقوا شيء مرترتين رايكم ما قاعدين يحركوا المليار. وعقب ذاك يخلق ذا النوع ما ينقز واحد منهم بيدي كل واحد منهم رئيس، كل واحد منهم يعتبر راسه رئيس ولا يقدر على قاجي ينقزه ولا يقدر قاجي يعقب على الروايه يعدل. يا مس انا ما نعرف شنو هو سبب ذي الخارجه اللي عدلوا الشروق، والشروق خاض مرتبك ومنخلع وقلبه له يؤخذ من فمه، وذا اللي قال كامل هو راجل ما طلع معلومه واحده ولا جاوب على سؤال واحد، وهذا اللي جاء قال هو مدي قال عنهم اذا يتكلم لكم عن حيثيات الانفراد، وعاقب ذاك سووا له حد على الانترنت قال له لقاش يقبض شريحه بنادم شارب روايه والله ما هو فهم ما هو مركز. ذا اللي قال هو بلا معنى، والناس هم اللي الصحافه جايه له يتصور هو ما قد يجاوب على شيء سوى شنو الا جا عينيه تبز. ولا تنساو عننا لين نتكلموا ملي عن ولي شروقه ما يلا ننساو عن ولي شروقه سارق من السراق العشريه ومن المشمولين في ملف سرقه العشريه، وهو وزير ذاك ناطق بالميكروفون واعطى 10 سنوات على الصيد واللي في ذاك راهو يعرفوا النواديب ويعرفوا الصيادين، واعطى 8 سنوات ما يوفى على لوتوريتي دي ريغيلاسيون اللي يتكلم يامس كلام ويامس عن الانترنت قال انها مقطوعه وحد يقبض شريحه ويقيس شريكه. هذا مولاه كان على لوتوريتي دي ريغيلاسيون، هذا كان على سلطه التنظيم اللي هي المعنيه بالاتصالات الموريتاني كامله السنوات، وهو حد يسمع كلام ويامس يقول عنه ما قد شغل تليفون ولا يعرف كان الجوال يا كان كونيكسيون فيه يا كانها تجيها من التراب والله من السماء والله يا كانها كاع تجيها من الماء والله عن طريق الهواء، ما فيدو اخبار عن شيء، وهو كان ديريكتور دي لوتوريتي دي ريغيلاسيون، وهما كل واحد منهم بيه من المناصب اللي اشتغل ما تلقى يتذكروا وبدين هو ما يستحق منهم منصب واحد. وذكرت اياها عاقب ذا كامل انقلع من سرقته 10 سنوات وزير الصيد، وانقلع من لوتوريتي دي ريغيلاسيون هو ما يفاصل بين الطريقه اللي يجبر بها الجوال ابونما يجبر بها كونيكسيون ولا تليفون، وعدل وزير ذكرت اياها الميكروفون وعدل خرج يامس ما عرف كاع على كاع ولا يقول شنو مخلع وتوه وجاي له يتكلم لهم عن الانفراد. وبالمناسبه انا نقول لهم الان المرترتين هاي دوله المرترتين والوسائل ما نقول المتقاعدين لان فيهم فرق بين المتقاعد وبين المرترت، لغه الناس تستخدم في حياتها اليوميه تعبر عن واقعها اكثر
من لغه ثانيه، العربيه والفرنسيه الموريتانيه ما يستخدمون في حياتهم اليوميه. متقاعد تنقال له رجاج يخدم خدمه ووفى خدمته وتقاعد. والمتقاعدين الموريتان كاع مساكنين حالهم يرضى له، خاصة متقاعدين من الجيش ومن البوليس ومن القرد ومن كل شيء، هذو كاملين ينقال لهم متقاعدين لان كلها امتص فيهم من القوه ونزرق انتفل ونزرق. يا اخي ذو الجنرالات هم راه مالكم انهم متقاعد يتم عندهم امتيازات، بالتالي هم جماعه من الملترتين، حتى انهم عادوا لين يمرقوا السلطه يتم عندهم امتيازاتهم، ما هم قابلين قاع ياخذوا المشهد. وملترت في موريتانيا تنقال رقاج ما هو حتى، هذا هو لسان نقول هذول الملترتين لانه هو ما هو قبال حتى شاف تعاملهم هذا شيء من الشوابين يدهن ركابيه الليل والنهار، يلا يمشي يقيس داره ويطلب مولانا العافيه رجع مع راسه، عنده من الجرايم وذا من المال الحرام وذا اللي يعدلوا كامل وذا من المناصب ما يسحق، ويخلي يبلوا الشاب ثاني صغير. الدوله الوحيده في العالم اللي جيشها الجيش والحرس وامن الطرق والدرك والجمارك هذا ما يدي على الواجهه كامل، لاش من الشوابين كلها مجدد له مرته الثانيه ومرته الاولى، ذاتو كالوا اعمارهم وجدد لهم العبد العزيز، وجمع لي ولي القزواني مرترت هو من راسه مرترت 2019 وجدد له صاحبه لياك يعد له رئيس يقوم به بلاصتو، قام هو ملي وجدد الوحدين ثانيين وعدل منهم وزراء كي حنان والسيدي، وحدين ثانيين ملي مدوا لهم وذكرت اياها عندنا جيش، نتكلموا عن جيش يا غالب في الواقع ما هو خالد. الجيش الموريتاني ما هو خالد، بدنا نتكلموا عن القرض نتكلموا عن شيباني مرترت ما قد طرقاش شافه، نتكلموا عن الامن نتكلموا عن شيباني ثاني رترت 2017 نقال له مسقاله، نتكلموا عن الدرك نفس الشيء، نتكلموا عن الجيش الموريتاني الاخر نفس الشيء. هو ذا من الشباب ذا وين هو؟ وبالتالي هذه قالها دوله المرترتين وتوف وراهم مالكم ضركات اياها عشرات هذه الجنرالات مرترتين ضرك ما يتكلم حد عنهم. والجيش اللي قاعد فمات يا ناس كلها يبزلق عينيه بيد الناس اللي كانت اعمارها مرتين وثلاثه واربعه وجالوا قاعدين معاهم الى ضرك. والحكومه حكومه المرترتين والبيه مرترت كان وزير ولا الطايع للشؤون الاسلاميه، والمرزوق كان تخلف الوزارات كان وزير الصحه وهو المعدل طب زايد واكل فضته، صاحب الخارجيه ركاتيه او المرزوق مرترت، والقزواني مرترت، والحويرثي مرترت، ووحدين ثانيين مرترتين كيف وزراء كانوا اول عند ولد الطايع كيف تغيروا المبارك راحوا على مجلس فماتيه. وزير خارجيه ولد الطايع المرترت الاخر والعبد الجليل الداه هو اللي اعلن الانتخابات ركات اياها. ووزير خارجيه ولد الطايع المرترت مولي هو اللي كان على لجنه دصها الانتخابات وهو اللي ركات اياها اندا شور ما عاد تصوروا لي هي ماده ليش من المرترتين وتو ذا المرترت في الحكومه وذا في الصنادره مرترت المرجع منه شنو؟ بالتالي ما المتقاعدين ما تعبر عنهم من قال مليان مرترتين، يعني المتقاعد عامل شريف خدم وفات خدمته ونقص ونصاع كيف موريتانيا ولا عنده ضمان صحي ولا عنده شيء. كيف السياسه ملي اللي يستخدم موريتانيا مو سياسه، هذا بوليتيك. بوليتيك ملي يقولوا الباديه رجاج ما هو واضح يقول لك انتم هامتكم بوليتيك، هذا هو اللي موحول فيه موريتانيا ما هو سياسه ما يعرفوها، ذو طويبلات وبيتيقات يعدلوا بوليتيك وتوف يخزوا بالناس. معناها الموريتان ما فيها متقاعد، الحكومه والجنرالات فيهم شي من المرترتين والساحه اللي فيها شي من بوليتيك وتوف يعدلوا شي من الشوابين ما هم اللي سياسه. الهدف منه الا تمصريط وتوف يخزوا بالناس، هذا هو الموحول فيه لا بوليتيك وتوف. المهم باسم الحاله دولة نبتها مرترته كامله ويرجع الواجهه منها مرترت والشباب دفع لان ما معطي له امل، ما في مشاريع ما في شيء يسووا شنو التعيينات الليل والنهار لا القبور ولا المرترتين يعينوا اصحابهم، والجيش ما فيه ترقيات ولا عاد لا يدخل قال له وحدين ثانيين مرترتين والله على جبل ترت لا يجدد لهم مولي. معناها ان الشباب اذا هرب كاع ما تنشاف عليه لانه الشباب ذا اللي يعدل له يحكموا شنو ما فهم روايس ويا شنو هي مجورة للشباب اللي اياك تحكم. المهم ان ما نبغى نطول عليكم، لا نحاول اني نوقف هنا تجاه حد شافهم اليوم معيطين صاحب فرنسا ومسقار والنامس معيط لصاحب الصين ومستضافوا
نعرف عنا احنا ما لنا قدام دولة وتوف بين الدول هي اللي تحمي روسها. الدول هي تقبل قراراتها بروسها. يا غير ما عاد قد تعود دولة هامها تحميها مدة ثانية وتحميها من فرنسا. فرنسا قاعد في الأخير ما تتحاكم فيش، قاعدة من تحتها الروس، وماكرون قاعد يدخلوا الأصبع في عينيه في الكونفرنس دو بريس. أنا إنه ملي هذا لا مار ترترت أنه شوابين صنادرة مرترتين هم اللي عادوا لا يجيبوا فرنسا مرقة القارة السمراء ما عنده فيها موطئ قدم. هم اللي هم ركات إياها أنهم يدخلوها. فهم اللي شمل الأمور ما هو واضح. الاخبار هذا هروب هذا وذا القطيع الانترنت وذا معروف عنه ما سببه ما هو تلواد السلفيين اللي مشى. هذا قطيع الانترنت واضح عنه. هم كانوا يطبخوا روايه ومن التجربه ومعرفتنا الموريتان لا تنسوا عن السلفيين اصلا معمورين، وذاك اللي خلق 2007 هو اللي عقب فك سيدي استخدموه كاع هم ذيك الساعه عن هذا الارهاب وكذا. يا غير الموريتان ذاك لاحق مرحله ما قد لحقتها. الموريتان ما عندها رئيس. الرؤساء موريتان هم اصلا لين تعودوا ذا النوع من الحالات يتفشكل الحاله شوي يعودوا يقلعوا على قاج يقدروا يبدلوا بلاصه حد قرن ما عندها رئيس. موريتان لا كارثه ما شوتوه ما عندها رئاسه ولا عندها شيء سوشن. وهذه الخلطه كلهم رئيس. مسقار رئيس، هذا صاحب الدفاع رئيس، قائد الاركان رئيس، قائد الحرس رئيس. بالتالي تشوفهم يسابوا يعود فم روايه ما الله جاء واحد منهم هم دفاع شرع كامل كلها لا يقول له اخر هنا انت مالك رئيس وحدك منهم كاملين الرؤساء ظل. وعاد هون عندنا روايه وهو ذا الواقع اللي فيه موريتان ضرب وهم ذو من رؤوسهم لو كان كيف فترات سابقه فات واحد منهم قشر تزفطات قاعد مقشر الحال وقاعد يهبلوا. يا قال المشكله ان كل واحد منهم يدور يحمي راسه. ذي المقعده قاعد عليها انا بيدي انت قاعد انت عليها شافوا هم اللي خلق الولد عبد العزيز ولا معدلهم كاملين. وبالتالي عاد الانقلابات اصلا تخلق موريتانيا ما قد خلقت فيها قطيعه. بهذه الانقلابات تخلق الله على راس الهرم. واحد يقرع صاحبه يقعد يهبده يا اخي الخمرانيه خلافهم تمدوا فيها خامره ورك وهما ما يقدروا يعدلوا انقلاب لان ما فيها الفاشل الاخر. مسقالوا لين يقعد فم لا يقوم يعسل حنان والسيدي ولا يقوم يعسل غزواني ويقوم يعسلهم كاملين بنفس الطريقه اللي يعسلوهم بها العبد العزيز. لين يقعد حنان والسيدي فم لا يعسل مسقال وكلها يعرفوا ممتلكات الاخر من المال الحرام. وصاحب الحرس نفس الشيء وقائد القوات نفس الشيء. وبالتالي عاد شيء من اللصوص قاعدين كلها خلاص لو خط المقعده احنا ندروها كاملين. هذا هو النافع والغزواني ما قشروا المهم قشروا الحال قاع انه موفم. يا غير المشكله ذا اللي يقعد يبلوا منهم يعرفون انه ذاك اللي يقعد فم لا يقوم يعسر الثاني وهو المقعده ما يقدر يقعدوا لها 5 ولا 6 ولا 7 يقعدوا لها واحد. وعاد الكركاره هي اذا ما جاء مولانا قريه ثانيه مريده خلاص قاعد تنتقهم كاملين وتعسرهم كاملين ما حاصلش. هذه المرحله اللي حق البلد من الفضيم ما نافعش. تو نختم هون بنقطه بسيطه في اخبار سعداني اذا تكلمنا فيه قبل شهر. سعداني وحدات ثانيات. سعداني بعد عندها روايه انها شبه من اصحابها الاخرين لانها على الاقل ان كانت تنضم لحزيب الخراب انضمت له الفوق. هذا جماعه تنبور اللي معاها جميل والمنصور وعين الطفيل وذا كامل وتبع له تحت الطاوله. ونفس الشيء صاحبه هو اسمه الاخر صاحبه الاخر شهيد الكباين نفس الشيء مولي مازال صراط مفتاحه هذا عدلوها تحت الطاوله. وصاحب التسول الجماعي طب الفيافي بالمناسبه وين هو طب السرطان وذا اللي كان موحول فيه لكن مولي فاض شورهم الهي على انهم هم هذه منصات للقفز. قلت لكم هاي ما هي سياسه بوليتي قتوف. هذا طويبلات عباره عن منصات للقفز وكل تشوفوا في الرياضه يبون درجاش ويرصد وهو من عند راس منصات للقفز وتوش شو الكعكه عند المرترتين الكبار الجنرالات والرئيس والوزراء والحزيبات الاخرين اللي عباره عن كرعين طيار يجي واحد ويبوندي عليهم ويزرقوا يزرع ويجي كاتي عند حاشيه الكعكه كذا اللي على الدور ولا يزرقوا واللي ما زرقوا يزرع ياخذ قاع من حاشيه المنصه اللي حالته ويدهر قايس قاع الكعكه وتو وحدين عدلوها تحت قاع ما اعلم بهم ولا قاش. المهم كخلاصه موريتان ذي المرحله اللي لحقت طرف ما قد لحقتها والامور تعالج من الجذور ولا تعالج من فوق. حد لا يبني لا يقبض يعدل اساس معلوم وكل ما كان اساس معلوم كل ما كانت البنايه مضبوطه. موريتان ما قد طؤست. موريتان ما قد خلقت فيها قطيعه مع اللصوص. وهذا هو الوسانه واللصوص تموا يتوالدوا تموا يمدوا الروس لين اليوم اصبحنا عندنا طبقه فارقه تمديد كاع ما تنافعها لان الكرعين فرقوا يحسن في الخافي والشوفه فرقت
ورؤوسهم فرقوا وظهورهم فرقوا وركابهم فرقوا وتوف وعاد ولا كلهم مقوط فمات اياه. قد شفتوا جنرال الامن وحدين قابضين منه صوره نهارهم يقولوا مكتبوا وطارحوا زروا تيليكوماند بين سبورت يخلص ماتشات وتوف. اداره الامن لا يخلص هو فيها ماتشات وتوف. هذا هو الوساهم، هو يوكل مليارات وتركتوا يحركوا لا المليارات. وبوليس مشوا قتلوا ومشوا هنتوا ومشوا قيسوا المواطنين بطشوا فيهم. خلاصاتكم ما بلا ينزادوا لانكم لا تجبروا وتاتم ممكن تركبوهم ولا وسائل تعدلوا بهم شغلتكم. شي ما قلعتوه بلعتكم ما هو خالد. وهو قاعد هم خلاص ما تشاتوا ويستثمر في شمل الجواسيس كيف القيرع وكيف ذيك جمرة الارض اللي شفتوا معاه ذاك النهار. وواحدين ثانيين هو هذا حد شاف يعرف انه لا ما هو في راسه يعرف انه شيباني مرثلته بيدي تدخل عليه جمرة ارض وتوهموا عنها تقد ترد عنه ويدخل عليه جاسوس كي القيرع ويدق في راسه عنه مسكت عنه الناس والله انه قد يعدل الرواية. وفي الاخر هذا هو اللي هانين هم عليه. بالتالي هذا الحل اللي قلت لكم 2018 ما نافع موريتانيا الحاله اللي هي فيها. ما هو قلب الطاوله. وقلب الطاوله ما قد يخلق ما تخلق قطيعه مع هذا كامل مع جنرالات ومباريات كامله وتم استعاده الاموال وحدنا له هنا طرحوا سياسه وعودوا ديك الساعه نتكلموا عن دولة. ساعه ديك الساعه عندنا لا مراقبه حمار مسكون. الله يحفظكم ان شاء الله ويعافيكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.